ألو؟ هل فكرت قبل كده ليه أول كلمة بنقولها في أي مكالمة هي ألو؟ الموضوع بدأ من أكتر من 100 سنة لما جراهام بيل مخترع التليفون كان شايف إن الناس تبدأ المكالمة بيه أهوي. بس في المقابل منافسه توماس أديسون اقترح كلمة أبسط هلو، وبالفعل الكلمة دي انتشرت بسرعة وتم تبسيطها بعد كده لألو. بس الغريب إنك لما بتقول ألو أنت مش بس بترد، أنت بتفعل بروتوكول بدأ من القرن 19. في لحظة بيعدي بيها كل واحد فينا، لحظة سكون تام، كل الأصوات بتسكت ما عدا صوت واحد جوه دماغك. الصوت ده ساعات بيكون صديقك وساعات بيكون أخطر عدو ليك. في دراسة اتعملت في جامعة هارفارد خلت الناس يقعدوا مع نفسهم من غير موبايل، من غير موسيقى، من غير أي شيء. النتيجة 67% من الرجالة وربع الستات فضلوا يتعرضوا لصدمة كهربائية بدل ما يفضلوا لوحدهم مع أفكارهم. إزاي؟ وإحنا دايماً ماسكين تليفون، بنقلب، نهرب، خايفين نسمع اللي جوانا. ليه؟ لأننا عمرنا ما اتعلمنا نعيش مع ذاتنا، نواجه خوفنا، نفهم إحباطنا، ونسمع صوتنا الحقيقي. أوقات كتير العزلة مش هروب، العزلة هي المواجهة الحقيقية. لما تعرف تسكت الدنيا حواليك وتسمع اللي جواك، هتعرف انت مين وعايز ايه وبتخاف من ايه. وقتها بس هتبدأ تعيد برمجة كل شيء وتكسر دائرة الخوف اللي كنت محبوس فيها من سنين. دخلت أوضة بكل حماس، وبعدين وقفت كده فجأة وقلت أنا جاي هنا ليه؟ الموضوع مش إنك نسيت، في تفسير علمي غريب جدا. المخ بيعمل ريست مؤقت لما تغير المكان، وده اسمه doorway effect. يعني بمجرد ما تعدي من باب، المخ بيشوف إنك انتقلت لمهمة جديدة، فيحذف مؤقتا المهمة اللي في دماغك. يعني دماغك مش ناسي، هو بس مرتبك من التغيير. الحل؟ ارجع مكانك الأول، غالبا هتفتكر على طول. حصلت معاك قبل كده؟ أكيد مرة حكيت ضفرك في البلاط أو سمعت الصوت ده وحسيت بضيق في صدرك وقشعريرة غريبة على أعصابك. هتكتشف حقائق علمية ونفسية مذهلة يمكن أول مرة تعرفها. تابع للآخر عشان تفهم كل حاجة عن صوت الرعب ده. الصوت ده بيقع في ترددات معينة 2000 ل 4000 هرتز. المخ البشري حساس جدا للترددات دي لأنها كانت مرتبطة بأصوات خطر أو إنذار زمان. دراسات أكدت إن الصوت ده بيحفز اللوزة الدماغية الأميجدلا المسؤولة عن الخوف. المخ بيربط الصوت ده بتجارب سلبية أو ألم. الصوت كمان بيعمل استثارة عصبية مزعجة لأعصاب الأذن الداخلية.